أنتم ولكل شعب مصر. التحية لكم أنتم أيها الثوار الذين خرجتم في هذه الجمعة وفي هذا التوقيت في جمعة الإرادة الشعبية ليقول الشعب المصري أنه مصر على استكمال ثورته، ليقول الشعب المصري أنه مصر على تحقيق كامل أهداف الثورة، وأول هدف للثورة أن تحترم إرادة الشعب المصري. لا وثيقة ولا قرار. استفتاءنا ما كانش هزار. استفتاءنا ما كانش هزار. الثورة حققت هدفا سنظل نحافظ عليه ونتمسك به، وهو حق التظاهر والاعتصام، وسنظل مصرين على حقنا في التظاهر والاعتصام. كل مصري من حقه أن يتظاهر ونحترم آراء المتظاهرين، لكن أن تخرج مجموعة من المتظاهرين فيقولون أن الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير، نقول هذا سرقة لإرادة الشعب المصري وأنتم خارج الإجماع الشعبي. الله أكبر. الله أكبر. الشيخ أحمد المحلاوي فليتفضل مشكورا مأجورا. رددتم إلي شبابي، ليس فقط رددتم إلي منبري بل كذلك رددتم إلي شبابي. حتى الذين يزعمون أنهم غير متدينين أو غير ملتزمين، هؤلاء هويتهم إسلامية حريصون عليها، وسوف تبقى هذه الهوية في وجه أي أحد يتصدى لهذه الهوية. أما الخبر فإن ميدان التحرير الآن يوجد فيه 3 مليون ونص مصري. المصريين هم المصريين هم المصريين هم. كلنا مع بعض، كلنا ايد واحدة، كلنا مع بعض، كلنا ايد واحدة، كلنا مع بعض، كلنا ايد واحدة، كلنا مع بعض. حسني مبارك قاتل، حسني مبارك قاتل، حبيبي العدلي قاتل، وانا في قومي قاتل قاتل قاتل. قول لي يا مصري ايه افكارك؟ 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 يعدم حسني مبارك، يعدم حسني مبارك. قول لي يا مسلم ايه افكارك؟ قول لي يا مسلم ايه افكارك؟ يعدم حسني مبارك، يعدم حسني مبارك. قول لي يا عبدي ايه افكارك؟ قول لي يا عبدي ايه افكارك؟ يعدم حسني مبارك، يعدم حسني مبارك. الشعب يريد اعدام المخلوع، الشعب يريد اعدام المخلوع، الشعب يريد اعدام المخلوع. وأن تعود مصر آمنة مستقرة لأهلها، وأن يأتي حكامها منها وحكومتها منها، وأن تعود مرة ثانية يدا واحدة مهما تنوعت فئاتها ومهما اختلفت وجهاتها، حتى نكون في ذلك الوقت إذا كنا عند ربنا سبحانه وتعالى في واسع رحمته مطمئنين على ذلك البلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.